السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كده عند طيورنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا ابتديت هنا ان انا اطمن على بيض البط الرائد، البط اللي كان بيفرخ وطلع معانا البط الايام اللي فاتت، الحمد لله ربنا كرمنا فيهم. لسه هنا عندي بطتين راقدين، فانا لازم اطمن على البيض بتاعهم من حين لاخر. والبطه دي كمان كنت هرصلها بيض فراخ عشان اكمل عدد تحتها، علشان ما تفضلش راقده على الفاضي. من هنا بتيجي فكره انك تستغل البط اللي راقد عندك صح، تستغل مدة الركود نفسها صح. طب انا لو حابة رقد البطة مرتين ورا بعض، رقديها مرتين ورا بعض. طالما طلعت عندك اول تفريخ كويس، رقديها مرتين ورا بعض مفيش مشكلة. بس الاحسن والافضل يكون في مثلا في فصل الشتاء، في فصل الخريف، بلاش في الحر اللي قوي ده، لان البطه بتكون زهقت من الحر ان هي ترقد مرتين ورا بعض. الحر السنين اللي فاتت ما كانش بيجي بنفس درجه الحراره بتاع السنه دي، فكنا بنرقد مرتين ورا بعض عادي مفيش مشكله. كنت بصور معاكم ده عملي، وبرقد بيض الرومي برده مرتين ورا بعض لما اكون مضطريه، علشان مثلا الروميه لسه ما خلصتش بيض، فكنت بضطر اعمل كده. يعني لازم تفكري ازاي تستغل السلاله اللي عندك، مش تفضلي تصرفي وخلاص على الفاضي. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للمشاهد وللفيديو الجميل اللي معانا. وانت عامله البط شغلتك ولا ايه يا مشاهد؟ انا فعلا عامله البط شغلتي، اللهم لك الحمد، ربنا يديمها عليا نعمه ويحفظها من الزوال. اللي بيسعى وبيتعب على حاجته بيلاقي، اللي بيهتم بحاجته ربنا بيكرمه وبيرضيه. طيب لو حصل عندك خسائر في مثلا بطتين ثلاثة، في فرخين ثلاثة، والله العظيم يا جماعة ربنا هيعوضك أحسن. هي تربية الطيور زي اللي بيزرع زرعة بالظبط، يعني هي كل سنة بتجيب معاه كويس، ولا ممكن تيجي في سنة تقع منه، أو ممكن تيجي في سنة ما تجيبش نفس اللي كان هو عامل حسابه اللي كان بتجيبه له السنين اللي فاتت، يلاقي السعر نزل قوي أو يلاقي حاجة حصلت في الأسعار. ما هي نفس الحكاية، هي برضو بتربي البط ربنا بيكرمك فيه. لو حصل لا قدر الله وربيتي مثلا 20 بطة كانوا طالعين لك مثلا من الرقد، راح منهم بطة ولا اتنين ولا تلاتة، خلاص هو مالكيش نصيب فيهم. المهم ان ال17 التانيين كويسين او ال18 التانيين كويسين وزي الفل وجايبين وزن معاكي وحاجة كويسة. يعني دي حاجة ما تضايقش حد. يعني اذا كان الانسان بيموت، الطيور مش هتموت يا جماعة. عشان بقول الكلام ده عشان الناس اللي هي طبعا متأثرة بالطيور اللي بتروح عندها، بتروح من عندها. يعني ربنا يعوضهم خير ويعوضنا خير يا رب للأفضل والأحسن. هفضل أقول لك طول ما احنا عايشين اسعي اسعي وربي، ما تحرميش ولادك من حاجة، ما تحرميش بيتك من حاجة، ما تروحيش تشتري طيور من بره. لا، أنا أقدر اللي غيري بيعمله، طالما غيري عمله أنا أقدر أعمله. يعني طالما غيري عمل الحاجة دي وطلعت كويسة معاه وبتنتج معاه وما شاء الله مالية بيته خير، ليه انا ما اعملش زيه عشان املى بيتي خير؟ ده لو انا عندي القدرة اعمل كده، لو انا حابة اعمل كده هعمل، لو انا حابة اعمل كده هعمل. ليه؟ لان ربنا بيعين كل واحد على العمل اللي هو عايز يعمله طالما عمل خير وطيب. شايفين بقى البطة سبحان الله كده بتقلب البيض بتاعها كده على طول بمنقارها، هتلاقيها جابت الشويه دول هنا وودت الشويه دول هناك. ميزه الفرق ما بين كل بطه وبطه يا جماعه. يا ريت لايكات كتير جدا جدا جدا. مش عارفه ليه مش بتحطوا اللايكات، يا ريت لايكات كتير عشان المشاهده تكون مبسوطه كده، وعشان نتشجع ان انا انزل فيديوهات اكتر واكتر. هنا انا حطيت لها بيض في كام بيضه فراخ، لان البطه دي وزنها قليل شويه عن بقيه البط التاني، فعشان كده قلت انا هحط لدي بيض فراخ ان شاء الله ما تكسروش يعني. لان انا قلت لكم البط اللي وزنه تقيل بيكسر بيض الفراخ، البط اللي وزنه خفيف بيطلع بيض الفراخ وبيبقى زي الفل. فانا قلت ايه اكمل لها، حطيت لها حوالي 6 بيضات، حطيت لها حوالي 6 بيضات فراخ على البيض بتاعها، لان انا فحصت البيض بتاعها طلعت فيه بيضه فصلت، بيضه فصلت منها او كانت تقريبا خرجتها بره العشه. المهم ان هي كان فيها جنين وانفصلت، فانا شلتها وبقى تحتها تقريبا 13 بيضة بط. فهعمل ايه بقى؟ اكمل لها ايه؟ بقوم مكمله لها بقى بيض فراخ لحد مثلا 21 بيضه او لحد 19 بيضه. بكون البطه مش وزنها كبير قوي، بكمل لها لغايه 19 بيضه بس. ده التصرف اللي انا عملته. طيب سألت كتير هو ليه البط مش بيطلع البيض؟ هو اشمعنى يعني؟ سبحان الله، الناس في بعض الناس بيطلع عندها البط وبيطلع وعادي، وانتوا كنتوا مصورينا البط يا مشاهد. يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، دي ارزاق، دي اولا ارزاق. انا ليا رزق ان ربنا يكرمني منه، ممكن يكون حضرتك ليك رزق من باب تاني غير الطيور، فربنا مبارك لك في رزقك اللي من باب تاني، وما حصلش مثلا ليك نصيب في الطيور اللي انت مرقداها.
فدي اول حاجه، دي رزق. ممكن انا اكون ماليش مصدر تاني مثلا غير الباب ده، او انا ليا مصدر تاني دخل، بس انا ربنا عالم ان انا محتاجه الرزق اللي هيطلع من البط ده، فربنا بيبارك فيه. انا بديكم مثل، يعني انا بدي مثل بسيط. فاسعي واشتغلي واعملي اللي عليكي، وفي الاول وفي الاخر اللي من نصيبك هو اللي هيكون. ما كانش من نصيبك خلاص تعرفي ان ربنا هيعوضك بالاحسن. هنا طبعا من اساسيات ان حضرتك ان البط عندك، من اساسيات ان البط عندك يطلع البيض، ما ترقديش في مكان بينزل فيه شمس نهائي خالص. ترقديش في مكان بينزل فيه شمس، دي اول حاجة. طيب الحاجة التانية، حضرتك لازم تفحصي لها البيض. ليه بقى؟ لان لو في بيضة فرقعت وسط البط او اتكسرت هتبوظ بقية البيض كله، وده حصل عندي قسما بالله قبل كده. فده علمني ان انا لازم افحص البيض كل اسبوع مره، وابص على البطه كل يومين ثلاثه حتى لو مش هفحص بيضها. ليه؟ ممكن الاقيها كسرت بيض وبهدلت بقيه البيض وبقى عليه بكتيريا وبقى مش حلو، فالحاجات دي كلها بتوصل للجنين جوه البيضه فبتموته، بتؤدي لموت الجنين جوه البيضه، عدم نظافه البيض ونظافه المكان. فمن هنا ده بيكون سبب قوي جدا لانها حصلت عندي. هنا بقى نشوف البطه التانيه ديت. البطه التانيه دي راقده معاها برضو في نفس المكان، بس ده انا مش حاطه لها بيض فراخ. دي اللي كانت بترمي البيض بتاعها بره، قلت لكم عليها قبل كده، والله بوظت كام بيضه، بوظت 5 6 بيضات من البيض بتاعها، لانها كانت غصب عنها بيطلع في رجلها وهي قايمه. فكنت طبعا ما بكونش شفته لسه، لما باجي اطلع اكل بيكون الجنين بتاعه فصل. فالحمد لله ربنا يعوضنا خير، وايا كان الرزق اللي هيطلع منها فضل ونعمه من عند ربنا. يعني دي حاجه من ضمن الحاجات اهي. يعني انا مثلا واحده بهتم بحاجتي والحمد لله وعارفه انا بعمل ايه، بس برضو لازم بيحصل عندك اي حاجه في حاجات قدريه كده احنا ملناش نصيب فيها عشان احنا ملناش رزق منها. يعني لما بتحصل حاجه زي دي هو خلاص مش مكتوب لي غير العدد اللي هيطلع ده، انما العدد اللي باظ هو ده مش رزقي. فزي ما قلت لحضراتكم كده، بالنسبه لي دي الحاجات اللي بتبوظ معاكي بيض البط، المكان يكون بينزل فيه شمس، او ان المكان البيض يكون فيه بيض مكسر تحت منها، او ان بيضه تكون ممشيشه وقامت مفرقعه وسط البيض مبوظه الدنيا، او كان البيض سليم لسه ما فيش فيه جنين او لسه بادئ يشتغل وكسرته، برضو النتيجه واحده، البيض هيبوظ لو البيض ما نضفش، او انها بتعمل فضلات على البيض وحضرتك سايبه البيض ما بتنضفوهوش وما بتنضفوش العش بتاعها. طيب ليه البطه بتعمل فضلات على البيض؟ اولا دي بتبقى بطه كده يعني بجد بتبقى حاجه يعني مش حلوه خالص خالص، لانها بتكرهك اصلا في ركود البط، وكل يوم والتاني عايزه تنضفي البيض بتاعها. ممكن تكون هي بتخاف لما بتيجي تحط لها اكل مثلا، فبتقوم عامله الفضلات من خوفها على الاكل، على البيض، تبقى عامله الفضلات على البيض من خوفها مثلا انها شافت حد مثلا. في بط بقى طبعا بيكون ما شاء الله هو متمكن وعارف هو بيعمل ايه، وما بيخافش ولا اي حاجه، فالحمد لله. يعني انا بصور اهو جنب البط، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب والشكر والفضل العظيم على كل عطاياك. فدي الاساسيات اللي بتبوظ البيض ده اللي انا اعرف، او وجود مثلا حشرات في المكان، اللي هو وجود فاش بنسبه عاليه، او وجود يعني اي حشرات تانية زاحفه بتكره مثلا البطه في الركود، او فده طبعا بيخليها كل شويه تقوم من على البيض، كل شويه تقوم من على البيض، فالبيض بيبوظ. دي حاجه. او ان مثلا ان هي مثلا في طيور راحت عندها، او في طيور عامله لها ازعاج في المكان، وهي من نوعها اصلا بيخاف. مش كل البط كده، في بطه ممكن يكون جنبها طيور او جنبها شويه فراخ وما بتخافش عادي وبترقد وبتطلع، وبطه تانية بتخاف. دي مش هينفع معاها ان هي يكون معاها طيور. معاها طيور دي كل شويه هتقوم وترقد على البيض، كل شويه هتقوم وتسيب البيض يسقع، فبرضو البيض الجنين اللي فيها هيفصل او هيموت. فدي بتكون الاسباب اللي انا جربتها، اللي حصلت معايا بالفعل، فعلا حصلت، واللي انا حاولت بعد كده ان دي ما يتكررش عندي علشان اتفادى كل ده. اذا انت ممكن تخسري في الاول، بس بعد كده بتاخدي، ربنا بيعطيكي مكسب من التجربه اللي انت جربتيها، استفدتي منها، فما حاولتيش تكرري الخطأ تاني. انا مش حابه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. انا حبيت ارد على كام سؤال بالنسبه لكل الناس اللي قالت لي البيض بيبوظ. البيض بيبوظ يا مشاهد، البط ما بيطلعش. نيجي في الشتاء البط بيموت من علو درجه البروده، في الصيف البط بيموت من علو درجه الحراره هو جوه البيضه.
جماعة البط بيطلع وكل حاجة، بس محتاج اللي يهتم بيه. البط محتاج اللي يهتم بيه ويعمل كل اللي انا قلت عليه ده. ممكن حد تاني يعني يكون مستهون بكل ده والبطة تكسر البيض يقول لك عادي مش مشكلة، ما هتطلع اللي تطلعه وما تطلعش اللي ما تطلعوش، ايه يعني المشكلة في البيض يتكسر؟ ما هي المشكلة مش في البيض اللي اتكسر، المشكلة ان المكان كله بقى مش نظيف وبقى فيه بكتيريا والبيض التاني بقى مش نظيف، فبيسبب بكتيريا كتير في المكان، فبيخلي وبيخلي نسبة اللي هي مية كده ورطوبة تحت البيض، فده بيسبب موت الجنين. فهي دي المشكلة الأساسية، مش المشكلة إن البيض اتكسر، ما هو اللي اتكسر احنا ملناش نظيفين، بس عدم نظافة المكان ده أو نظافة البيض ده بيؤدي لكده. ليه؟ لأن ده حصل عندي قبل كده، فأنا حبيت أنقل لكم التجربة زي ما هي. يلا مش حابة أطول الفيديو عليكم أكتر من كده. لو في أي حد تاني له أي سؤال اكتبولي برضو في التعليقات، ان شاء الله اجاوب عليكم، اما في التعليقات لو الاجابة هتكون مختصرة، او لو الاجابة هتكون محتاجة شرح في الفيديو، بعمل فيديوهات زي كده وبشرح فيها. يلا اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.